بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهلي بطلا لكأس مصر في نسخة استثنائية تقام في الأراضي السعودية في الرياض بالمملكة العربية السعودية. الأهلي بطلا لكأس مصر موسم 2022-2023. لاعب المباراة طبعا إمام عاشور، رغم ان استحواذ الزمالك كان 52% واستحواذ الاهلي في المباراة 48%، لكن النتيجة النهائية 2-0 لصالح المارد الاحمر. مباراة الاهلي صيرها زي ما هو عايز، وجه في الوقت القاتل ربع ساعة الاخير مع الوقت الضايع او الوقت الاضافي، الوقت بدل الضائع كالعادة. والأهلي يفوز بجون إمام عاشور، والقضية التانية برضو ممكن بقدم محمد مجدي قفشة. طيب لو اتكلمنا عن تشكيل الأهلي، كان مصطفى شوبير لسه ما سلموش الجوائز ولا الكاس. تشكيل الأهلي مصطفى شوبير، حسين الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول. خط النص كريم ندفد نزل مكانه مجدي قفشة، عمرو السولية نزل مكانه مروان عطية، إمام عاشور. الهجوم حسين الشحات، محمود عبد المنعم، كهربا، بيرسي تاو. البدلاء قلناهم اللي نزلوا. طيب الزمالك كان جون محمد عواد، الدفاع من اليمين للشمال عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، احمد فتوح. خط النص نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف اوباما. خط الهجوم احمد مصطفى زيزو، ناصر منسي، مصطفى شلبي. في الدقيقة الأولى أول فرصة للزمالك من زيزو، يحولها شوبير لضربة ركنية. دقيقة 37 انذار لمصطفى شلبي لتعمد الخشونة. دقيقة 41 ركنية للزمالك. الزمالك كان متسيد معظم الشوط الأولاني. دقيقة 45 تصدي رائع من شوبير، وخلص الشوط الأولاني 0-0. الشوط الثاني بدأ بتغيير شيكابالا مكان أحمد مصطفى زيزو اللي أصيب في آخر دقيقة في الشوط الأولاني. في الدقيقة 56 أخطر هجمة للزمالك مرت بالعرض أمام المرمى. الدقيقة 60 فرصة لإمام عاشور، فرصة خطيرة. الدقيقة 72 تغييرات الأهلي، قفشة نزل بدل السولية، مروان عطية بدل كريم ندفد، عمر كمال عبد الواحد بدل بيرسي تاو. الدقيقة 81 انذار لدونجا لتعمد الخشونة. الدقيقة 83 تسلل على إمام عاشور، وخد انذار كمان عشان قلع الفانيلا، ثم الفار انصفه وحسب الجون، وبقى الجون الاول للاهلي حسب لامام عاشور بعد مراجعه الفار. باصه جميله من قفشه لامام عاشور لجون على طول. دقيقه 89 صاروخ من مروان عطيه، عواد بيمسكها. الدقيقه 84 نزول سامسون اكينولا بدلا من عبد الله السعيد. تغيير اهلاوي في الدقيقه 92 موديست مكان كهربا، واكرم توفيق مكان الشحات. الدقيقه 95 قفشه، مروان امام قفشه، جون من بين اقدام احمد فتوح على شمال محمد عواد. ودي كانت القضيه ممكن للمره الثانيه. وسبع دقايق وقت بدل ضايع، الاهلي سيطر فيهم وكان ممكن يجيب الجون الثالث، لكن كده يعني الحمد لله النتيجة كويسة. وادي بيسلموا الجوائز، اللعيبة موجودة في أرض الملعب،
ومحمد الشناوي جاي يشجع زمايله ونزل معاهم ارض الملعب. وادي لعيب نادي الزمالك نزلت ارض الملعب عشان تستلم. هو الكاس ملوش ميداليات اعتقد كده، يعني حسب علمي ملوش ميداليات. فاللعيبه موجوده، الاهلي والزمالك في ارضيه الملعب. والف سلامه ليك يا عمر يا جابر. اصابه خفيفه في الشوط الاولاني، والحمد لله كان بسيطه واكمل الماتش حتى نهايته. عشان ما نطولش عليكم، مبروك النادي الاهلي الفوز بالكاس المره ال39 على نادي كبير هو نادي الزمالك. وعقبال المرات الجايه ان شاء الله. واكيد الكاس ده لعيبه الاهلي واداره الاهلي هتهديه لروح الوزير المرحوم العمري فاروق، ربنا يرحمه ان شاء الله. والى لقاء اخر، السلام عليكم.